يلا تعالي هاتي حلتك، وتعالي حلتك الجميلة اللي بتبرق زي الفضة كده، زي الحلة ديت. ويلا تعالي هقولك هنعمل أكل إيه النهاردة. هاتي الحلة حطيها على النار، حطي فيها معلقتين سمنة. أنا عن نفسي بحب السمنة البلدي، فدول معلقتين سمنة. أول ما يسيحوا ويسخنوا هنعمل إيه؟ هنحط عليهم البصل. أهم حاجة قبل ما تشتغلي حللك تبقى زي الفل وبوتاجازك يبقى زي الفل. دي البصلة اهي المفرومة، حطيناها على السمنة لما ساحت وسخنت، ونقلب بقى كويس. ما نخليهاش تتحرق طبعا، ولا نخليها نية ولا نخليها غامقة. ليه؟ علشان ما نغمقش الأكل بتاعنا. لما بتكون البصلة غامقة بتخلي لون الصلصة غامق. ادي البصلة اهيت في الحلة بنحمرها كده. بصوا قوام. يلا نجيب الطماطم بتاعتنا المعصورة ونحطها على البصل زي ما انتم شايفين كده. بعد ما دخل في اللون يبقى ذهبي. طبعا زي ما انت شايفه كده، ادام السمنه بقت على الوش يبقى معنى كده ان خلاص احنا كده تمام. الصلصه اتسبكت. نحط بقى الخضار بتاعنا. حذروا فزروا الخضار ايه. بس قبل ما نحط الخضار هنحط 3 كبشات شوربه. انا عملت الاكله دي من غير لحمه. عملتها من غير لحمه، بس طلعت لذيذه وطلعت حلوه قوي. اهم حاجه بس تظبطي الدنيا وتحطي البهارات بتاعتك ومكعب مرق والفلفل الاسود، وتاكلي احلى خضار. حتى لو ما عملتيش جنبيه لحمه، اهم حاجه النفس. وتعملي جنبيه رز كده وبالهنا والشفا وشويه سلطه او حاجه مخلله. انا كده خلاص السمنه هي بقت على الوش زي ما انت شايفه كده. وتمام التمام. نبدا بقى نجيب الخضار اللي احنا هناكله النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة يا ترى عاملين خضار ايه؟ خلاص كده الصلصة بقت دخلت في السوا خلاص تمام. نبدأ بقى نجيب الخضار اللي احنا عاملينه. هو مش خضار، هو حاجة من البقوليات مش من الخضروات، بس حاجة حلوة وكل الناس بيحبوها. بتبقى أكلة لذيذة لما بنعملها بصراحة. اهيت دي اللوبيا اللي هي اللوبيا البلدي أم عين سودا. نحطها بقى على الصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت. وما تنسيش تحطي ربع معلقة سكر في الصلصة علشان الحموضة، علشان الصلصة ما تجيبلكيش حموضة لما تاكلي. كده حطينا اللوبيا اهو، ونقلبها بقى كويس ونظبط الملح بتاعنا، ونحط مكعب مرق، ونحط بهارات. اي نوع بهارات عندك يكون ريحته كده جميله، بهارات لحمه، بهارات فراخ. ونقلب كويس ونغطيها بقى ونسيبها تغلي غلوتين. وبعدين نزود بقى الشوربه علشان تبقى مظبوطه، ما تبقاش تقيله ولا تبقى خفيفه زي ما انت شايفه كده. حطينا اللوبيا بتاعتنا خلاص. اللوبيا من البقوليات يا جماعة مش من الخضروات. اهوت كده بعد ما غليت هي غلوتين. بصوا جمالها وريحتها جميلة جدا. مش لازم تعملي الاكل بلحمة او بفراخ، انت ممكن تعملي الاكل كده وبس. ايه يكون اهم حاجة يكون طعمه حلو. زي ما انت شايفه كده انا بغرف في طبق استانلس. المهندسين علشان الاستانلس بيحتفظ بالحراره بتاعه الاكل في الشتاء. لكن الاطباق التانية بغرف كده وعلى مواد الاكل على الترابيزه بيكون برد. فزي ما انت شايفه كده انا غرفت في الطبق الاستانلس الجميل ده اللي شكله نضيف ويفتح النفس وبيبرق. وزي ما انت شايفه اهي اللوبيا وجمالها. ايه رأيكم؟ شكلها جميل طبعا وطعمها اجمل صدقوني. وده طبق سلطة خضراء جنب الخضار اللي بتبقي عاملاه. لازم تعملي سلطة خضراء بيبقى طعمه حلو. وديت قرنبيط مخلل. انا خللته، كنت جايبه قرنبيطه كبيره فخدت نص القرنبيطه عملتها محمره، والنص التاني خللته زي ما انتم شايفين. اما تيجي تعملوا المخلل اهم حاجه تغلوا الميه عشان تبقى معقمه. ودي فرخه بلدي كده لذيذه وجميله. سلقتها بعد ما غسلتها كويس وحمرتها. عملت كمان رز بالشعريه جنب الاكل. ايه رأيكم في الأكلة البسيطة المتواضعة دي؟ تغيير، ومش هنقعد مش هنقعد طول الوقت،
نعمل صواني ونعمل حاجات محمرة. لازم نشكل في الأكل ونعود أولادنا إن هم ياكلوا الطبيخ وياكلوا الخضار. والبقوليات برضو طبعا من الحاجات المهمة المطلوبة جدا في أكلنا. دي كانت سفرتنا النهاردة، أتمنى إن هي تعجبكم وأتمنى إن شاء الله تطبقوها. تنسيش إعادة نشر للفيديو.